وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم هو احنا ليه؟ أهلا بيكي يا كوتش سماح. أهلا يا كوتش رشا، وحشتين. وانتي كمان. النهاردة أنا عايزة أتكلم معاكي عن موضوع مهم أوي. هو احنا ليه ما بنديش لبعض مساحة إن احنا ناخد بريك؟ ليه نابطين في حياة بعض؟ ليه عايزين نسأل بعض ونعرف تفاصيل بعض؟ ولو بس حاولتي إنك تنعزلي بنفسك شوية تلامي وتتسألي هو انت مزعلاني؟ هو أنا عملتلك حاجة؟ هو أنا السبب؟ الموضوع ده موضوع مهم جدا فعلا. انت عارفة كل واحد فينا محتاج ياخد بريك فعلا فعلا، وأحيانا بتخشي في شوية عزلة كده، عايزة تاخدي فرصة بتعيدي أفكارك، مخنوقة فمش عايزة حد يتوجع لما يشوفك مخنوقة. دي حقيقة، بس مشكلتنا احنا هنا ان احنا زي ما انت بتقولي في ناس بتاخدها النود. فطالما انا بحبك يبقى لازم ترد عليا على طول، طالما انا صاحبك يبقى لازم تكلمني كل يوم، طالما اتصلت عليك والمفروض شفت رقمي فكلمني على طول في نفس اللحظة. وده مش صح. لكن لان احنا حتى في الدين بتاعنا المفروض ان احنا أمرنا ان انا لو رحت ازور حد اخبط واستأذن الاول، لو قال لي ارجع ارجع. المشكلة ان احنا فين بندي لبعض مساحة اكبر من اللزوم، بس هنا العشم ايه؟ محتاج يقف شوية. طيب يا كوتش سماح، يعني كده المشكلة عندي ولا عند الآخرين؟ يعني أنا أقول لهم مش قادرة، أنا تعبانة، أخد ليه حق إن أخد مساحتي؟ ولا هم المشكلة عندهم إن هم يعني عايزين يطمنوا عليا بزيادة؟ ولا المشكلة فين بالظبط؟ بصي، هي الحقيقة مننا كلنا المشكلة، كلنا. ليه بقى؟ لما انت بتكوني في المود الحلو بتلاقي نفسك بتسألي كتير على اللي انت بيهمك، ولما بتبقي في المود الوحش في ناس بطبيعتها مودية فعايزة تنعزل جدا فتقفل على نفسها، فاللي هو بيحبها ده يتخض عليها يقلق. طب ما انت عايزة تنعزلي، انعزلي صح. اعملي رسالة: يا جماعة أنا محتاجة أخد بريك يومين، فمن فضلكم محدش يكلمني وما أرجع هكلمه. فاهمة؟ فالحكاية دي أداة تواصل. طيب لو عملت كده بقى ولقيت إن اللي قدامي مصمم يتصل، مصمم يبعت مسجات، مصمم حتى إنه يسأل ويشيلني إحساس بالذنب عن عدم ردي، طب أنا ليا حق وليا مساحة وليا حدود إني أنا آخد بريك، أنا عايزة آخد بريك. طبعا ده منتهى الحق، منتهى الإنسانية، ده ربنا اللي أمرنا بكده. لا، هي الحكاية كلها اديله بس المسج، ما تخليهوش قلقان عليكي قوي وبعدين تقومي تقولي ايه اصلا انا عايزه اخد مساحتي وعزلتي. لا، خدي عزلتك براحتك، بس اعملي رساله الاول. بالظبط كده هقول لك، يعني عارفه ما يبقى جوزك في الشغل وبعدين مع ميتنج فانت عماله تتصلي عايزه حاجه مهمه او عايزه تطمني عليه، او انت عامله غدا حلو يا ستي وعايزه تعالى بقى بسرعه فبيردش، قلقك. لكن لو عمل ايه، هو لو بعت لك رساله صغيره انا في ميتنج هتتصلي تاني؟ لا، بس هي دي الحكايه. معاكي حق يا كوتش سماح، لازم زي ما احنا عايزين ناخد مساحتنا وحقنا في البريك، لازم نطمن حبايبنا علينا ونفهمهم إن احنا محتاجين مساحة علشان البريك ده. استنونا في الحلقة الجاية من برنامجكم هو احنا ليه، موضوع جديد وفكرة مختلفة، كلام يمكن يغير نظرتكم للحياة. ما تفوتوش الحلقة. فرحي لو قضى حبيبتي تبقى معاي، من غيرها مش حرضى، ساعات أتوه مرات